مساء الخير. بداية أتوجه بالشكر الخالص إلى كل المنابر الإعلامية اللي بات دعوة اللجنة الوطنية للتضامن مع سعيد أيت مهدي ومن معه. كذلك الشكر موصول إلى كافة ممثلي الإطارات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية. هاد الندوة الصحفية اللي كنظموها اليوم تزامنا مع جلسة المحاكمة اللي غادي تكون غدا يوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالرباط. البرنامج ديال هاد الندوة الصحفية فيه فقرتين. الفقرة الأولى غادي نعرضوا فيها واحد الشريط فيديو اللي كيعكس يعني المعاناة ديال الساكنة ديال الحوز بشكل خاص وساكنة الأطلس الكبير بشكل عام. غنسمعوا شهادات ديال الطفل اللي كيعكس المعاناة ديال الأطفال في الأطلس، كذلك صوت امرأة، صوت يعني ديال شخص في وضعية إعاقة، وأيضا غادي نسمعوا الصوت ديال سعيد أيت مهدي اللي كان كيقوم بالمهام ديالو الحقوقية، يعني في الرصد وإيصال صوت المعاناة ديال هذه الساكنة اللي لا زالت يعني تقبع يعني داخل الخيام رغم قساوة الطقس ورغم مرور يعني ساعة ونصف. إذا حتى ما نطولش عليكم، يعني بعد ما غادي نشاهدوا يعني هذا الفيديو اللي كيوثق يعني هذه الانتهاكات وكيوصل يعني الصوت ديال هذه الفئات المجتمعيه اللي هي كلها فئات هشه، غادي سأتلو عليكم يعني تصريحا صحفيا في الموضوع. اذا وكيحضروا الى جانبي السي الادريسي اللي هو عضو المجلس الوطني للهيئه المغربيه للانسان، والسي السي علي أيت بوجور اللي هو احد يعني النشطاء واحد مؤسسي التنسيق المحلي ديال تنسيقية أدرار ندرن. إذا لنتابع جميعا يعني الشريط الفيديو. تفضل السي مصطفى. إذا بعد ما تتبعنا يعني هذا الشريط اللي كيوثق مجموعة من الخروقات ومجموعة من التجاوزات والانتهاكات، وكيتضمن يعني مطالب ديال الساكنه اللي بسببها يعني سعيد أيت مهدي تيتم المتابعه ديالو بشكايات كيديه من اجل يعني اسكات الصوت ديالو وايقاف يعني الصوت ديال الساكنه في الوقت اللي كان مفروض على الجهات المعنيه ان تفعل شي حاجه سميتها المقاربه التشاركيه وتشارك الساكنه، سواء يعني في المعيقات اذا كانت شي معيقات، سواء فيما يتعلق يعني ما انجز وما لم ينجز والاسباب ديال التعثر وديال التوقف، وتجاوب على التساؤلات ديال الناس. كتلتجئ دائما الاسهل وسيله اللي هي استعمال المقاربه الامنيه. هذه المقاربه الامنيه ليست جديده بالنسبه يعني للسياسه المتبعه. هذا الشيء لمسناه على الاقل وانا كفاعل حقوقي منذ 2008 في الاحداث ديال سيدي إفني، وكنت احد يعني الحقوقيين اللي كانوا كينتميوا للمركز المغربي لحقوق الانسان، وكان الفرع ديال المركز المغربي لحقوق الانسان في سيدي إفني من يعني قاد الحراك انذاك. وكانت المطالب ديال الساكنه مطالب اجتماعيه، واذا يعني بالاداء او الاسلوب اللي نجاته الدوله انذاك، وكان بن موسى انذاك هو وزير الداخليه اللي هي المقاربه الامنيه، وايضا ما حصل في كديميزيك وما حصل في الحسيمه وما يحصل في واحد العدد ديال المناطق كتكون مطالب اجتماعيه اقتصاديه مشروعه في اللحظه اللي كان المفروض انه تكون واحد المعالجه. واذا الدوله يعني كتتجه على المقاربه الحقوقيه، والدوله بنفسها تقر وتعترف بان هناك فساد، هناك رشوه. اخرهم يعني التقرير اللي صدر على الهيئه ديال الرشوه اللي كيأكد بان هذه الرشوه هي
يعني متفشيه، هي مستفحله يعني في كل يعني المرافق ديال الدوله. وهادشي اللي قال سعيد واللي قالوا المحتجين، وهادشي اللي غادي نحاولوا يعني نعاودوا يعني بامانه ما تضمنه يعني المحضر ديال الضابطه القضائيه. غادي نحاولوا يعني نبينوا الاسباب ديال هذا الاعتقال، وكذلك الخلفيات ديال هذا الاعتقال، وشنو هي المطالب اللي كلجنه يعني كنطالبوا بها يعني وحنا كنقدموا يعني هذا التصريح الصحفي. الى ممكن الاناره ولا تحلي هذا باش نشوفوا ديال القاعه. الى سمحتوا لي اسمحوا لي اللي سي بون تحل هذاك باش يبان انا ندرجر داغوليه. إذا السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، الصديقات والأصدقاء أعضاء الجمعيات الحقوقية والمدنية، تعقيد اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام المحلي والوطني حول أسباب وخلفيات الاعتقال التعسفي الذي تعرض له سعيد أيت مهدي، ومتابعة كل من حسين وإبراهيم ورشيد أيت مبارك في حالة صلاح. السيدات والسادة، إنه بتاريخ 11/12/2024 تقدم عامل إقليم الحوز بتحنوت بشكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مرفقة بقرصين مدمجين وصورتين شمسيتين لمنشورين على صفحة الفيسبوك سعيد أمراكشي ضد المناضل الحقوقي سعيد أيت المهدي، تتضمن محاضر الضابطة القضائية ما تم تفريغه من القرصين المدمجين، مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن البيانات التالية. أولا، هذه الفيديوهات توثق وقفة احتجاجية تم تنظيمها يوم 6 دجنبر 2024 أمام مقر عمالة تحنوت، فيها مجموعة من الأشخاص من رجال ونساء من مختلف أعمارهم يحملون لافتة ويرددون مجموعة من الشعارات. من ضمن هذه الشعارات: بركة 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 من الرشوة والفساد، هذا عيب هذا عار، الساكنة في خطر، هذا عام في الخيام، في مشيتي الرشوة، في الجامعة الرشوة، في القيادات الرشوة، في السبيطارات الرشوة، في القيادات الرشوة، في العملات الرشوة. عاش الملك، يا عامل يا مسؤول، هذا الشيء ماشي معقول، الله عليك يا الحوت والحالة هي واك على شوها، واك على شوها الخيمة والفيلا. إذن هذه معظم أو أهم الشعارات التي تضمنتها يعني هذه الفيديوهات، هذا الفيديو من خلال يعني توثيقه للوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 6 دجنبر 2021. فيديو آخر يتضمن تصريح لسعيد مهدي لقناة فلاش جاء فيه ما يلي: أنه تم إقصاء بعض المتضررين من ساكنة الحوز ضحايا الزلزال من الدعم ويطالبون بحقوقهم. شريط آخر يدعو فيه المعتقل سعيد أيت مهدي ضحايا الزلزال إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مزمع تنظيمها بتاريخ 6 دجنبر 2024 أمام مقر عمالة الحوز للمطالبة بحقوقهم والاستفادة من الدعم المخصص لهم. فيديو آخر يخبر فيه الساكنة المتضررين من الزلزال بمنطقة الحوز بعزم التنسيقية تنظيم وقفة احتجاجية يوم 6 دجنبر 2024 أمام مقر العمالة. كذلك بعد فيديو آخر ينقل يعني تصريحا لسعيد يتحدث فيه عن دعم الاتحاد الأوروبي 190
مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة. وبالمناسبة يعني هذا التصريح اللي كيتكلم فيه على الدعم ديال الاتحاد الأوروبي، هناك فيديوهات وخاصة فيديو يوثق لحظة توقيع يعني هذه الاتفاقية بين الدولة المغربية ممثلة في وزير الميزانية القجع وممثل الاتحاد الأوروبي. إذن ليس بادعاءات كاذبة، هي ادعاءات كما صرح بها سعيد يعني متضمنة في مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يعني وهذه معلومات يعني مجرد معلومات، يعني أين يكمن الخطر؟ كذلك فيديو يوثق دعوته للساكنة لكي يشاركوا في الوقفة، ويحثهم على الانضباط واحترام المسؤولين وبدون خوف، لأن الخوف في نظره هو العدو الذي يجب محاربته. هذا شيء طبيعي، لأن غادي نجيو من بعد وغادي نبينوا بلي أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان يحث الدول لضمان حق المدافعين على حقوق الإنسان، رفع منسوب الوعي لدى المواطنين. إذن هو غير متناقض مع الاتفاقيات الدولية والإعلانات التي صادق عليها المغرب. وهذا يؤكد بأن يعني ما تعرض له سعيد هي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن سعيد مارس دوره يعني المنصوص عليه يعني في الاتفاقية الدولية. ثم قام بتذكير الضحايا بالوقفة التي كانت ستنظم يوم 16 دجنبر 2024 أمام البرلمان، والندوة الصحفية التي نظمت بتاريخ 13 دجنبر 2024. وكان الهدف ديالو يعني من هذه الوقفة وأيضا هذه الندوة الصحفية هو إبلاغ وزير الداخلية بأن هناك أناس لا يستفيدون من لم يستفيدوا من لا يستحقون الاستفادة ومع ذلك استفادوا، وأن هناك أشخاص آخرون من حقهم الاستفادة ولم يتم الاستفادة منهم. وبالتالي يعني كان مطلوب أنه يتم يعني تشكيل لجنة تقصي، وهذا الشيء غادي نجيو ليه من أجل التأكد هل فعلا هناك أشخاص يعني تم إقصاؤهم من عملية الاستفادة أم لا. إذن هو نقل يعني معاناة الناس يعني في هذه الفيديوهات العشرة التي يعني وجه بها سعيد. وكذلك كانت من متمنياته أن يتم تعيين عامل مسؤول يعني يتحاور مع الناس، يمارس أو يفعل المقاربة التشاركية من أجل تسليط الضوء على المشاريع التي سيتم إنجازها وواقع يعني توزيع يعني الدعم، وأيضا يجيب على تساؤلات المواطنين حول التأخر يعني الحاصل في عملية إعادة الإعمار. إذن كان وهذا من حق، وهنا كنطرح واحد السؤال بصدق يعني خص يعني المسؤولين يجاوبوا عليه. واش هاد الشعارات اللي رفع سعيد ورفعات هاد الساكنة واش ماشي هي نفسها الشعارات التي ترفع يوميا أمام قبة البرلمان؟ هذا يعطينا انطباع بأن هناك تمييز مجالي حتى في ممارسة الحق في الاحتجاج يعني حق مشروع في الرباط ومجموعة من المدن، ومحروم يعني في القرى ومناطق معينة. يعني هذا الشيء أنا شخصيا واحد العدالة الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من التنسيقيات الأساتذة، تنسيقيات الأطباء، كل التنسيقيات يعني ترفع يعني هذه الشعارات ديال الفساد وديال الرشوة وديال يعني نقل يعني المطالب ديالهم يعني المسؤولين. لماذا يعني سعيد اللي رفع هذه الشعارات، وهذه الشعارات ما رفعهاش وحده، رفعوها معه ناس، لماذا تم يعني الانتقاء سعيد من غيره يعني في هذا الاعتقال التعسفي؟ هذه أسئلة يعني على المسؤولين وعلى يعني المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وعلى الفاعل السياسي وعلى الفاعل النقابي وكل من يهتم بالشأن العام أن يطرحها ويجد لها يعني جواب. أيضا هناك شكاية أخرى، أكيد أن القائد أو خليفة القائد قيادة ولاد يعقوب أنه يعني الشكاية التي رفع ويتهم فيها سعيد وكذلك يعني الإخوة إبراهيم
والحسين ورشيد ايتنبرغ يتهمون فيها بأنهم قاموا بسبه. والغريب في الأمر أن هذه الشكاية كانت يعني مقرونة بشهادة أعوان السلطة، وأعوان السلطة هم أنفسهم يشهدون بأن في تلك اللحظة كان غفير من الناس. لماذا لم يتم يعني اختيار مواطن أو مواطنة غير منتمية إلى السلطة التسلسلية لتقدم شهادتها فيما سمعته إن كان هناك فعلا سب أو قذف في هذا الباب؟ أيضا يعني عون السلطة ربما من أقارب سعيد هو كذلك تقدم بالشكاية، وهذه الشكايات كانت متزامنة مع الشكايات التي قدمها السيد العامل وكان بالنسبة إلي هي شكايات كيدية، لأن حتى هذه الشكاية يعني غير مرفوقة بشهادة طبية لكتبت يعني مدة العجز، وكذلك يعني غياب يعني الشهود، ولم يتم الاستماع الى الشهود اللي كان كيدعي لانهم كانوا يعني في اللحظه ديال الاحصاء انه لم يتم الاستماع اليهم في المحضر. اذا هي شكايه بدون وسائل اثبات، وبالتالي تبقى شكايه يعني كيديه الهدف منها هو يعني اسكات يعني صوت سعيد. اذا على ضوء هذه الشكايات التي تقدم بها العامل وخليفه القائد ثم عون السلطه، تمت متابعه واعتقال سعيد ايت مهدي بن عبد الله من أجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة وإهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه والتحريض بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية على ارتكاب الجريمة. إذا من اللي كنتم اللي سمع يعني هذا سك الاتهام اللي توجه سعيد على مستوى مثلا بث وتوزيع ادعاءات كاذبه. سعيد يتكلم على 190 مليون عندي جون افريك، عندي واحد المجموعه ديال الجرائد اللي نشرت هذا الخبر. كاين يعني تصريح او نقل ديال القناه الاولى للحظه التوقيع ديال هذه الاتفاقيه اللي كتوثق وفيها تصريح بانه فعلا الدوله يعني خدات هذا الدعم. هذا الشيء اللي قال سعيد. اذا اين هي الادعاءات الكاذبه؟ واش تكييف ديال الشعارات ديال الرشوه بغا يقول ما كايناش؟ الرشوه كاينه، والدليل على ان الرشوه كاينه لان عندنا هيئه مكلفه يعني باعداد تقارير حول محاربه الرشوه. عندنا منظمات حقوقيه غير حكوميه كذلك تقوم بهذه المهمة، وعندنا يعني واحد العدد ديال البرلمانيين وعدد ديال رؤساء الجماعات اللي تم اعتقالهم لأنه تم ضبطهم يعني مرتين يعني في هذه الجرائم ديال تبديل المال العام، وكذلك في النصب وفي الاحتيال وفي خيانة الأمانة، وأيضا في الفساد الإداري والمالي. إذا سعيد ما كانش شي حاجة اللي خارجة على السياق ولا الوضع اللي كنعيشوه يعني في المغرب. المساله ديال المس بالحياه ولا التشهير، اين يكمن التشهير؟ سعيد انا اطلعت على المحضر لا على مستوى الشعارات ولا على مستوى الفيديوهات لم يذكر بالاسم اي شخص. ما كيقولش العامل الفلان الفلاني ولا القيد الفلان الفلاني ولا اعون السلطه الفلان الفلاني. هو يتكلم عن صفه، يتكلم عن العامل كصفه، يتكلم عن السلطه تكلم عنه كصفه. واليوم يعني من بعد يعني هذا التحرك اللي راه تم اعتقال او توقيف عون السلطه متورط. اذا سعيد على حق. اذا هذه حجه يعني ثابته تبين بان هناك مقاولين متورطين في عمليه خيانه الامانه. شدوا من عند الناس الفلوس وما نزلوش المشاريع كي كانوا هاد الناس ناعسين. حتى ناض سعيد بدا كيفرش وبدا السكينه يعني للصبر حدود، يعني صبروا حتى والان كيعيشوا المعاناه واطفال كتموت بشده البرد. وعاد يعني ولا واحد بدا هذا التحرك ديال السلطه متاخر، وبالتالي يعني كانت الضريبه ديال هذا الشيء كامل هو اعتقال سعيد اللي هو اعتقال تعسفي بطبيعه الحال.
اذا هذا على مستوى الاسباب ديال الاعتقال ديال سعيد. بالنسبه لنا حنا يعني كلجنه كنعتبروا او كنطرحوا السؤال ديال الخلفيات، ما هي خلفيات هذه المتابعه؟ اذا ترجع خلفيات متابعه واعتقال سعيد مهدي بسبب نشاطه الحقوقي، لانه كان يقوم بعمليات الرصد في المناطق التي تضررت جراء الزلزال، وينشر بالصورة والصوت معاناة ساكنة الأطلس الكبير التي لا زال معظمهم يعيشون تحت الخيام تحت قسوة الطقس الحار صيفا والبرد شتاء، رغم مرور ما يزيد عن 1.5 سنة من وقوع الزلزال، ولا يتوفرون على أبسط المرافق التي تضمن كرامتهم الإنسانية. هناك وفيات للأطفال الرضع، كما أن هناك مجموعة من المواطنين المتضررين لم يحصلوا بعد على الدعم المادي الذي كان مخصصا لهم، 8 مليون بالنسبة لمن تعرضت منازلهم للهدم الجزئي، و14 مليون ممن تعرض منازلهم للهدم الكلي. وكذلك هذه المتابعة جاءت على خلفية فضحه لعمليات النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي قام بعض لوبيات العقار بعض المقاولين في مجال البناء، والتي كان ضحيتها متضررون من الزلزال، وكذلك لفضحه لسلوكيات بعض أعوان السلطة تجاه المواطنين المتضررين، وكذلك مساهمته في تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام عمالة تحنوت يوم 6 يناير ويوم 16 دجنبر 2024 أمام البرلمان لإيصال صوت الساكنة المتضررة والمقصية من الاستفادة من التعويض إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ورئيس الحكومة والبرلمان وكذلك إلى الملك. هذه التحركات والوقفات الاحتجاجية هي التي دفعت بوزارة الداخلية إلى التحرك، حين أعلن وزير الداخلية مؤخرا إلى تورط مقاولين في عملية النصب وخيانة الأمانة وإيقاف عون السلطة وحتى المواطنين. قال المواطنين المتضررين وسيروا قدموا شكايات لدى السيد وكيل الملك. إذن هذه التحركات دفعت كذلك بعض البرلمانيين إلى تقديم طلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول ظروف وسير عمليات الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز. السيدات والسادة، لقد وضع المنتدى الدولي إعلانا للمدافعين عن حقوق الإنسان منذ سنة 1999. هذا الإعلان الذي يطلب فيه الدول إلى الاعتراف بقيمة وأهمية مساهمات المدافعين عن حقوق الإنسان في رفع وعي الناس بجميع حقوق الإنسان والحريات، ضمنها الحق في التظاهر السلمي والدفاع عنه، المادة 16 من الإعلان العالمي. كما حتى الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز أو ضعف. راه قبيله قلنا داروا التمييز، يعني كيميزوا ما بين المجال الحضاري والمجال القروي، وإن كان أن الآن هناك سياسة ممنهجة يعني تعتقل كل المدافعين والمدافعات منذ تداعيات سياق حراك 20 ابريل، والشيء اللي عشناه في الحسيمه وعشناه ونعيشه اليوم يعني في واحد العدد ديال الحركات الاجتماعيه. اذا من دون تمييز او انتقام او تمييز او ضعف او ضغط او اي اجراء تعسفي اخر نتيجه لممارسه مشروعه للحقوق المشار اليها في الاعلان. كذلك سبق للمقرره الخاصه المعنيه بوضع المدافعين عن حقوق الانسان ماري لولور أن حثت الدولة المغربية بالكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بخلق بيئة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. وهذا ما حصل مع سعيد إيت مهدي. أيضا أكدت مجموعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السيادية والاجتماعية، بضمان حماية حقوق المدافعين، وكذلك بضمان الحق في ممارسة الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التنظيم، لأنه جاء في المحضر
يعني من الاسئله اللي وجهها الدرك الملكي سعيد بلي ان تلك التنسيقيه يعني ديال التضامن مع ضحايا الحوز انها غير مرخصه، وهذا فيه خرق سافر لمبدا حريه تكوين الجمعيات، لان الاصل هو الحريه والاستثناء هو التقييد، وان هناك مجموعه من التنسيقيات وعلى ائتلاف مغربي لهيئات حقوق الانسان وايضا مجموعه من التنسيقيات لا تمتلك وصل. الجمعيه الوطنيه لحمايه الشهاده المعطلين لا تمتلك وصل. الوصل ما هو دوره؟ هو دوره فقط من اجل اكتساب بعض الحقوق، وعلى راس هذه الحقوق هو الحق في التقاضي والحق في الحصول على التموين. اما حريه تكوين جمعيه او تكوين تنسيقيه من اجل التعبير السلمي عن المطالب فهذا لا يحتاج الى وصل، وهو مبدا من مبادئ حقوق الانسان، والمغرب أقر به عندما صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمغرب هو عضو يعني الآن يترأس مجلس حقوق الإنسان، والمغرب يقدم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان ويؤكد فيه أنه يحترم يعني الحق يعني في التنظيم، وأن الحق في التنظيم يتكامل مع الحق في حرية التعبير ويتكامل مع الحق في الاحتجاج. إذا ليس فقط الاتفاقية الدولية والإعلانات هي التي يعني تشرع أو تسمح للمواطنين يعني بالحق ديالهم في ممارسة الحقوق، بل كذلك دستور المملكة، دستور 2011 يقرر في المادة 27 بالحق يعني في التظاهر السلمي، بالحق في تكوين الجمعيات، وأيضا القانون المنظم للجمعيات اللي هو ظاهرة 1958 والمعدل 73 وفي 2002 وآخر تعديل في 2009. إذا سعيد رجل حقوقي بامتياز، لأنه يؤطر المواطنين من أجل ممارسة حقوقهم المكفولة بالمواثيق الدولية والمكفولة بالدستور والمكفولة بالقوانين، عكس السلطات التي تمارس الشطط في استعمال السلطة عندما تعتبر الاحتجاج السلمي هو تحريض. الاحتجاج السلمي ليس جريمة، الاحتجاج السلمي هو حق من حقوق الإنسان. ولماذا لجأ سعيد إلى التظاهر السلمي؟ ولماذا لجأ إلى الوقفات الاحتجاجية؟ وبالمناسبة أن هناك أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقد تعتبر أن الوقفات الاحتجاجية السلمية الثابتة الغير المتحركة لا تحتاج إلى وصل. المغرب لا يتبنى نظام الترخيص، يتبنى نظام التصريح، والتصريح بالنسبة للمظاهرات وللمسيرات. أما بالنسبة للوقفات الاحتجاجية لا تحتاج حتى إلى تصريح، لأن القانون المنظم للتجمعات في المادة 19 يعني تنص على الحق في التظاهر الغير المسلح، وتستحضر يعني المادة 20 التي جاء فيها بأن متى يمكن أن يعتبر هذا الفعل إجراما عندما يحضر عون السلطة ويحمل شارته الوظيفية ومكبر صوت ويوجه 3 إنذارات ويذكر بالعقوبات، وعند ذاك يمكن اعتباره فعلا جرميا وإن كان غير متلائم مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب ومع المعايير الدولية في هذا الباب. أن ذاك يمكن أن يعتقله في حالة تلبس، ماشي سعيد مشى 3 شهور ولا 4 شهور وعاد قدموا شكاية وقدموا فيديو وجا تقدم قدامه، وهذا كيقول السيد وكيل الملك كيعطي التعليمات ديالو وعلى اساس انه باش يتم المتابعه ديالو في حاله اعتقال. ونعطيكم بالمناسبه انا شخصيا كنت ضحيه شكايه كيديه في نفس الموضوع، تبعت في حاله صراح بخصوص موضوع التظاهر السلمي واخذت حكم البراءه، لان القاضي كان جريئا وحكم للقانون، لان القانون يعني واضح فيما يتعلق يعني بالعقوبات وبالنسبه للافعال الجرميه يعني المخله للقانون. نأمل يعني من القضاء الجالس ان يصحح يعني هذا يعني الاعتقال التعسفي الذي تعرض له سعيد. قبل ان اختم لابد من ان اذكر باهم المطالب التي ترفعها لجنه التضامن مع سعيد. أول مطلب هو إطلاق السراح الفوري لسعيد وإسقاط المتابعة عليه وعلى كل من إبراهيم ورشيد
وايت والحسين ياك ايت مبارك، على اعتبار انهم يعني هذه المتابعات هي متابعات اللي تمت بناء على شكايات كيديه، وان هذه المتابعات يعني فيها خرق للقانون وفيها خرق للمواثيق الدوليه. كذلك نطالب بتوفير شروط المحاكمه العادله غدا، وايضا نطالب بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق، لان ما بغيناش هذا الاعتقال يغطي على القضيه التي ناضل من اجلها سعيد ويناضل من اجلها وقدم يعني هذه الضريبه، اللي هو انصاف الضحايا، هو فتح تحقيق واتخاذ متعين في حق كل من تورط يعني في عمليه يعني نصب او فساد او اي يعني ضرر يعني تسبب فيه في التاخر ديال الاعمار. اشكر كذلك بهذه المناسبه هيئه الدفاع كل باسمه، كل رجال ونساء الدفاع الذين لبوا طلب اللجنه ولبوا كذلك طلب يعني تنسيقيات وعائلات يعني المعتقل من اجل الترافع لانصاف يعني اطلاق سراح سعيد. كذلك اشكر كافه المنابر الاعلاميه التي تتابع ملف اعتقال سعيد ايت مهدي وتغطي معاناه ساكنه الاطلس. ايضا لا يفوتني ان اتوجه بالشكر الى الرفاق والرفيقات في المكتب المحلي للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل على احتضانهم لتنظيم هذه الندوه. وكما تعلمون ونظرا لما للاعلام والتواصل من ادوار في التعريف بالقضايا الحقوقيه، فاننا ندعو الصحفيات والصحفيين ومختلف الفاعلين في هذا المجال الحيوي الى جانب كافه المدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان لدعم ومساندة الناشط الحقوقي سعيد ايت مهدي من خلال حملتهم الترافعية بالطريقة والصيغ التي يختارونها. كذلك نخبر الحاضرين والحاضرات أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة الابتدائية بمراكش غدا الاثنين 6 نوفمبر حوالي الساعة 9 صباحا، وحضوركم نعتبره دعما للناشط الحقوقي ولباقي المتابعين. شكرا ودمتم لنصرة الحقوق أوفياء.